استاد بسعة 92,000 متفرج، وخامس أكبر استاد على مستوى العالم، والتاني على مستوى إفريقيا، وأكبر استاد على مستوى الشرق الأوسط. الكلام ده عن استاد بيتبني في مصر؟ لا، وقرب يخلص. في 2019 ومن ضمن إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة ابتدى بناء استاد العاصمة الإدارية الجديدة، الاستاد اللي بيتبني من ضمن ملاعب تانية بتتبني في مدينة مصر الأولمبية، المدينة اللي بتتبني على أمل الفوز بتنظيم كأس العالم أو الأولمبياد، وعريس المدينة دي هو استاد العاصمة الإدارية، الاستاد اللي مخطط إنه يكون تحفة معمارية. ولأن الاستاد ده من تصميم شركتين من أكبر الشركات المصممة للملاعب، وهما شيسا اركيتكت وام جي دبليو ستراكشرز، ودول شركتين إيطاليين صمموا ملاعب كتيرة جدا زي استاد أولمبيك في روما، واستاد ألينز، استاد نادي يوفنتوس، وحاليا التحفة الجديدة استاد العاصمة الإدارية. وعظمة التصميم إن يكون سقف الاستاد على شكل تاج الملكة نفرتيتي، ومدرجات الاستاد مبنية بارتفاع 4 أدوار على شكل أمواج، ده غير إن الملعب مضيء بالكامل من بره بنفس طريقة استاد ألينز أرينا. والاستاد مبني بأحدث التقنيات الحديثة لضمان راحة الجمهور، وكل التقنيات الكبيرة دي هتحتاج رقم جبار جدا، وبالفعل تكلفة الاستاد هي 900 مليون جنيه. والاستاد هيكون هو استاد المنتخب المصري بدل استاد القاهرة، وهيتفتح في وقت قريب جدا لأنه شبه انتهى، وفي بعض الأخبار بتقول إن هو هيتفتح السنة دي في شهر 7 الجاي. قول لي بقى، تفتكر لو الاستاد ده إنسان هيكون رد فعله إيه وهو بيتلعب عليه ديربي الصناعية الأعظم بين سيراميكا كليوباترا والمقاولين الحرم بقيادة الحكم محمود البنا، ويبقى ماتش أجلي فوتبول جميل وكمان بدون جمهور؟ فتفتكر الجمهور هيرجع بعد افتتاح الاستاد، ولا الموضوع ملوش علاقة بالاستاد أو غيره؟ اكتب لنا في الكومنتات. وبس كده.